بلدي وإن جارت علي عزيزة. طبعا عزيزة ستحيا، عزيزة ستنهض، عزيزة لأنها أم الدنيا وهبة النيل ومهد الحضارة المحروسة أهلها في رباط إلى يوم القيامة. لن تسقط مصر، لن تسقط مصر، لن تسقط أبدا، لأنها هبة النيل ومهد الحضارة. لن تسقط دولة دعا لها نبي ومر بها نبي وعاش فيها نبي وتجلى على أرضها رب العالمين. محروسة دايما يا بلادي، منصورة دايما يا بلادي بفضل الله عز وجل وأبناء هذا الوطن المخلصين من القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية الباسلة. هؤلاء الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء الرجال ضحوا بكل غال ونفيس من أجل مصر والمصريين. اللهم انصر خير أجناد الأرض نصر عزيز مقتدر على أعداء الوطن والدين. يا جماعة اللي بيحصل في مصر ده إنجاز بكل ما تحتويه الكلمة من معنى، إنجاز كبير حققته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل الله عز وجل وأبناء هذا الوطن المخلصين. الجيش المصري العظيم اللي عامل نهضة في مصر، اللي سبب رئيسي من أسباب استقرار الوطن. اعمل مقارنة يا عزيزي في ثواني بين الجيش في مصر والجيش في أي دولة في العالم. اعمل مقارنة يا عزيزي بين الجيش المصري وبين الجيش السوري، بين الجيش المصري وبين الجيش العراقي. تصبح الصبح ما تلاقيش جيش لا في سوريا ولا في العراق. استحالة ده يحصل في مصر، استحالة يحصل في مصر، لأن أبناء مصر فضلوا الشهادة في سبيل الله عن الحياة. رجال يحبون الموت، رجال يحبون الموت عن الحياة. يا جماعة مصر دي دولة كبيرة وربنا حافظها، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأبنائها ودعا للجيش المصري. والسيدة زينب لما جت مصر دعائها الشهير قالت: يا أهل مصر آويتمونا أواكم الله، وحفظتمونا حفظكم الله، ونصرتمونا نصركم الله. فمصر منصورة ليوم الدين بفضل الله عز وجل وأبناء الجيش المصري العظيم. اعمل مقارنة يا عزيزي بين أي رئيس في مصر، بين الرئيس حسني مبارك وبين بشار الأسد. الرئيس مبارك فضل يعيش في مصر ويموت في مصر وما يسيبش أرض مصر. بشار الأسد خلعون في دقيقة. الجيش المصري جيش عظيم، وأبناء العسكرية المصرية يعني رجال عظام يحبون الوطن ويخافون عليه، على العكس تماما في أي دولة في العالم. الجيش السوري اللي حصل من أسبوعين ثلاثة في سوريا دمرت الشعب السوري، دمرت الكيان السوري، دمرت الدولة السورية. تصبح الصبح يا تلاقي رئيس راح روسيا، يا تلاقي جيش هرب وراح العراق. إسرائيل بتحتل 250 كيلو متر من الأراضي السورية. إسرائيل خدت من أرض سوريا اللي ما خدتوش طول حياتها أكتر من 50-60 سنة. ما قدرتش تسيطر على الجولان كاملة وعلى جبل الشيخ. إسرائيل النهاردة على مقربة 14 كيلو متر من العاصمة السورية دمشق. لازم نعرف قيمة الجيش المصري. عرفتوا قيمة الجيش المصري يا مصريين؟ عرفتوا قيمة عبد الفتاح السيسي يا مصريين؟ عرفتوا قيمة التسليح اللي كان بيسلحه عبد الفتاح السيسي؟ الكل كان بيقول الريس خد فلوسنا وجايب طيارات وجايب غواصات وجايب فرقاطات، علشان ايه واحنا هنعمل بيها ايه؟ لا يا عزيزي، الرئيس قالها في معظم خطاباته: العافي محدش هيقدر ياكل لقمته. وجيش مصر جيش عافي، وشعب مصر شعب عافي ومساند للجيش المصري. وان شاء الله بعون الله محدش هيقدر يقرب من الحدود المصرية. مصر يا جماعة عندها واحد من أقوى جيوش الأرض. التخطيط السليم
من رجل المخابرات عبد الفتاح السيسي اللي كان قاري المشهد من سنين وعارف المنطقة هيحصل فيها ايه. ربنا وفقه ونصره وهداه وقدر يسلح الجيش المصري وقدر يعمل نهضة كبيرة في أرض مصر إن شاء الله. يعني القادم أفضل، وإن شاء الله إلى المزيد من التقدم والرقي. وبنقول لشعب مصر التفوا خلف رئيسكم، بنقول للشعب المصري التفوا خلف رئيسكم وخلف القوات المسلحة المصرية وخلف الشرطة المصرية، علشان الراجل ده يا جماعة بفضل الله وعبد الفتاح السيسي قدر يطهر البلاد وينقذ العباد من الهلاك المحقق اللي يعني خطط له أهل الشر والدين. كل الشكر والتحية.